المركز الثاني في بطولة العرب الرابعة المقامة أو التي اختتمت في الكويت بعد أن نال لاعبو 10 أوسمة متنوعة. وبحسب المتابعين للبطولة فإن الفريق العراقي كان يستحق المركز الأول لولا سوء الأداء التحكيمي الذي كلف أبطالنا الابتعاد عن إحراز اللقب العربي. المزيد من التفاصيل مع عمر رياض موفد البغدادية في الكويت. لم تكن مشاركة منتخبنا الشبابي في البطولة العربية للووشو كونفو والتي اختتمت في الكويت مشاركة عادية، بل كان منافسا قويا في هذه البطولة وبشهادة الجميع، حيث شكلت مشاركة العراق في هذا المحفل العربي ب5 لاعبين تأهل 3 منهم إلى الدور النهائي في هذه البطولة، وحصد لاعبين آخرين وسامين في الأساليب. أثلج صدورنا مشاركة المنتخب العراقي في هذه البطولة. نعم، لقد كانوا فرسان على قدر المسؤولية. نقول أن القرعة قد ظلمت المنتخب الأردني والعراقي لأنه يعتبروا أقوى منتخبين في البطولة، فكانوا في الأدوار البدائية والنهائية دائما مع بعض. فرسان العراق حققوا نتائج طيبة وملموسة، وهذا متوقع وملموس منهم لجهود الاتحاد العراقي في نشر اللعبة ولجهودهم السابقة، ولأبطال العراق دائما تاريخ حافل من العطاء، وإن شاء الله نتمنى في المستقبل أن يكون هؤلاء الأبطال على منصات التتويج الدولية لما أبدوه من تقدم ومن فنيات ومن تطور في اللعبة. والله احنا شعورنا طبعا احنا متفائلين انه حصلنا 10 أوسمة، لكن كان الطابع احنا ما متقابلينه بسبب الحكام، لانه ما انصفوا الفريق العراقي. رغم قلة مستلزمات نجاح هذه اللعبة في العراق، إلا أن أبطالنا كانوا على الموعد مع الإنجاز من خلال تفوقهم في هذه البطولة على منتخبات لها باع طويل في لعبة الووشو كونفو، لكن أبناء الرافدين بإصرارهم وعزيمتهم صنعوا إنجازا جديدا للعراق. شاركنا في هذه البطولة لكي نحقق الإنجاز المطلوب، وإن شاء الله والحمد لله حققناه وقدمنا لبلدنا العراق الميدالية الذهبية. طبعا احنا قبل البطولة كنا مستعدين، رئيس الاتحاد أقمنا معسكر تدريبي في إيران، ما قصر ويانا رئيس الاتحاد العراقي. أنادي هذا الفوز لجميع الشعب العراقي. رغم سوء التحكيم في البطولة، إلا أنهم عاهدوا بأن يضعوا العراق دائما في المراكز المتقدمة، وأوفوا بعهدهم من خلال حصدهم ل10 أوسمة وضعتهم في المركز الثاني في البطولة العربية الرابعة للووشو كونفو. لبرنامج استوديو الملاعب، عمر رياض، الكويت. شكرا يا عمر. وما أدري هذا الظلم التحكيمي راح يظل يطاردنا مو بس بكرة القدم، في كل الألعاب. المهم مشاهدينا الأحبة، نبقى في شأن الأخبار الرياضية المحلية، وهذه المرة أيضا نعود